رضي الله عنه. جزاك الله خير، بارك الله فيك. تفضل اخونا. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه بالعذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد فإن بدلوا القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. سورة أقاف على الصفحة اليمين فوق وانتقلت إلى الصفحة اليمين في النص. ماذا تعرف عن هذه السورة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا سورة أخرية وكوشة غير انتقاف كنت أنكسر بالعدد ويليك واحد صحابي كلاو بالبيت سؤالته ويتنين ويمحاد كتقى مع أحاديث ظهر إذا سورة القاف مركا فقيرتها كده يسمى. كان النبي يقرأها في كل يوم جمعة على المنبر. نبي بقوا أخرج السورة معنا والله أما سن أوبر مع الجمعة المنبر كدوش يسقوا أخرج ويقول صحابي من صحابة النبي حفظت سورة قاف من فم النبي على المنبر. الصحابة قالوا وحنا يوري إن دهان وحنكحس لمي عرب كرسولك صلى الله عليه وسلم سوى منبر كأخرنا. نعم. هذه السورة سورة قاف لاحظت عندكم مصاحف مكتوب عليها فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أتى في هذه السورة لفظ الوعيد 4 مرات وفي ال3 مرات الأولى في كل موطن لفظ الوعيد له معنى وفي آخر آية في هذه السورة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ضم المعنى ال3 معاني السابقة. لو تريدين التفصيل نفصل. يأخذ شعر عليه مثلا كلمة وعيد أي قصة عرفت في سورة قاف أخذت الشعر معنى كانت دون بيليين وذر بوشيد كونية لا رأي لكن عياد وجودا بيس فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ده أساسا عليه وراء قصة ودوتي ومعنى ودي قاتل. الموطن الأول تحدث فيه الله عز وجل إجمالا وليس تفصيلا عما حدث فيما سبقنا من الأمم وقال في نهاية حديثه سبحانه وتعالى كل كذب الرسل فحق وعيد أي حق عذاب في هذه الحياة الدنيا على من كذب الرسل. حتى أبوه الرئيسة وحكى هذا الشيء بويلي تفسيره إن رشا كان يا عاد كوعيد وحكى هذا الشيء مضيه نجوه الرئي يصل إلى هو عاصيات وحنا كسر كبودي تبكي نوعها وحدشوا الواجب كنا ضيف حق وعيد إلا عقابه أيها واجب كنا قطعي تبكي وراء خلافين أمر كيف سبحانه وتعالى. الموطن الثاني قول الله عز وجل ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يوم الوعيد أي يوم القيامة وهو من أسماء يوم القيامة ويعد الوعيد أي الحساب والحساب لمن عصى الله عز وجل لأن الوعد إنما يكون بالخير ولكن الوعيد إنما يكون بما يصعب على الإنسان تحمله. طبعا وحكت معنا آيات الله سواء ذلك ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد سور كيبا الله فوفي مالك أسنا ومالك الوعيد وعيد وحكم تعالى أسماء المعيدة قيامها متكمل ويد وانا مالك طلنته ويلا بلامي اللي يسوي من يمشي لو سو كل من وهي العقابه عد من ما الله نحرسنيه. الموطن الثالث قول الله عز وجل قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد أي بالإنذار أي بالتهديد
من أن يأتيكم مثل هذا العذاب، أو من أن يأتي إليكم يوم القيامة وهو آت لا محالة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أولا بيساعة تصدحنا وحوية قال قوله تعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. يعني أنا قعدت إذا كنت دينا مجرمينتي يكون حق إلي ومرمية أو إسحايستا ودولية، والله يحب لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وحبا وقت إذا كنت دينا وكن مرمنا خري أيام إذن كسر قدبي متقانا digniin horey baan idinku soo gudbay. marka waa waciidkaasi wuxuu tilmaamayaa in horey loogu soo digay oo aan la iska cadaabaynin oo mataqaana ay warka horey u helaan. الموطن الرابع هو آخر مقطع في هذه السورة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على المنبر في كل يوم جمعة. هناك حكمة من هذا الأمر. المقطع الأخير فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ضم لفظ وعيد في هذا المقطع أو في هذا الموطن كل ما سبق، فضم أولا العذاب الذي أنذرت به الأمم من قبلنا، وضم ثانيا ما يتعلق بيوم القيامة ومجيء يوم القيامة، وضم ثالثا بالإنذار والتهديد من الله عز وجل. فهذا القرآن حوى كل ذلك. أيضا متنبيسة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد waxay isku soo duurduurtay oo soo gunaanaday saddexdii mawduucii hore ee waciid ay ka hadlaysay oo tii ugu horreysay ay ahayd ciqaabtii dadkii ugu horreysay loo ballan qaaday, tii ku xigtayna ay ahayd digniintii la siiyey, tii ugu dambaysay ee hadda la xusayna ay ahayd ballantii in maaragtay hore loogu digay bay tilmaantay. marka alla tabaaraka watacaala wuxuu kusoo gabagabeeyey waxa weeye fadakir bilqur'aani qur'aanka waali oo ku xasuusi man yakhaafu waciid qofkii ka baqaya waciid qofkii ka baqaya waciidna horaa loo soo sharxay oo saddexdii waciid ay ka horreysay ayaa tilmaantay buu leeyahay. marka insha allahu tacaala waxaan jeclaan lahaa inaan intaa ka gudubno oo bal aan weydiino su-aalo kale oo la xidhiidha sida ilmuhu ay qur-aanka u baran lahaayeen iyo siday ku barteen iyo waxyaaba noocaas si aan uga faa'idaysana insha allahu tacala, leanna waktigii salaada waaba la dhaafayba insha allah. marka laba saddex su-aalood oo waalidiinta ama dumarka ha noqdaan ama ragga ha noqdaan oo yani ku saabsan sidee